في الحرم المكي والحرم النبوي، في السعودية عامة يعني. وطول ما انت ماشي طبعا، مش السعودية بس يعني، الخليج والله، ومش الخليج بس يعني. لا نتكلم، بس خلينا دلوقتي في طول ما انت ماشي هتحس ان انت بتخبط، ان 3/4 اللي موجودين في المكان، انا يعني حاولوا تلقطوا كده الوشوش على الزي، 3/4 اللي موجودين من مكان من كراتشي. ايه كراتشي دي؟ مش عارف، هنسمعهم بيقولوا كده هم، بس يعني غالبا كراتشي دي اللي هي بقى بنجلاديش وباكستان فتلات ارباعهم فعلا تحس ان هم الجماعه بتوع باكستان وبنجلاديش وحبه من الهند طبعا. والهند يعني حبه منهم ممكن يبقوا قد بتوع باكستان وبنجلاديش، بسبب ان الهند التعداد الاول على مستوى العالم دلوقتي بعد ما الصين تراجعت يعني عن التعداد السكاني الاول. هم اعلى نسبة سكان في العالم الهند، ف كتير قوي. والربع بقى الباقي، اسألني عن الربع الباقي هتلاقيهم من المنصورة. من مصر قصدك؟ لا، من المنصورة مش من مصر. معظمهم من المنصورة فعلا، بس المنصورة دول ولاد لذينة كلهم بره وكده في اوروبا، بيبعتوا بقى الدولارات واليوروهات والحاجات دي. بنبر عليهم رسم اهو. طبعا انا ما بنبرش ولا حاجه، ربنا يسعدهم ويرزقهم. وهم في بعض المناطق هم فخر فعلا للمصريين. يعني لما تعرفوا ان مثلا هم في اليونان ماسكين اسواق كامله، اسواق مقفوله عليهم، لكن يعني هتلاقي برضك منهم ناس للاسف صوره سيئه. فاحيانا احنا نحب نعمم باي شكل من الاشكال، لكن انا ما وقفش جنبي في اليونان الا المنصوره وبنها للامانه يعني. ولينا اصدقاء كتير بقى كنت اقول لكم من جنسيات تانية، من محافظات تانية كتير، لكن مغلوب على امرهم يعني. لكن اللي ماسكين فعلا هناك الدنيا المنصوره قولا واحدا في التجاره وبعض المعمار، لكن معظم المعمار هتلاقيهم من محله. وتجاربي مع بتوع المحله كانت هناك او الغربيه يعني عامه هناك ما كانتش ظريفه ابدا على فكره، مع اني في الطبيعي انا كل اصحابي الكويسين جدا من المحله. الغربه بتطبع وبتسيب اثر سيء للاسف. عايز اجيب لكم وش الناس عشان تبقوا شايفين برضك اللي انا بقول عليه. الغربه بتطبع اثر سيء على الشخصيه ذات نفسها، بتخليها تخاف، تفقد الميزات اللي خدتها، وبالتالي تبدأ يعني تتغير شخصيتها وتغير اسلوبها وكده. طيب ده بالنسبة. طيب هل يا ترى في دول تانية موجود؟ طبعا الهنود موجودين في كل الدول. هتلاقي بقى جنوب اسيويين كتير، لكن الهنود اكتر يعني. لما تعرفوا ان هم 1.8 تقريبا مليار نسمة، يعني اكتر داخلين على الايه، على خمس العالم، خمس سكان العالم تقريبا هنود. للاسف بقى ان الهنود بما انهم هنود فممكن ما يفهموناش زي احنا ما بنفهمش، فهتكلم براحتي يعني. الهنود 1.8 مليار بني ادم يحملون جينات ازاي يخلوك تقرف من نفسك. يعني تخيلوا مثلا انا واقف في الحرم المكي جوه في صحن الكعبه، وبطلع لقمه كده كلها، فقلت عشان ما تفتولش على الارض رحت اكلها جنب صندوق الفضلات. بس صندوق الفضلات دون يعني فضلات هترمي فيه حاجه مثلا على جنب كده، فانا واقف باكل وحاطط ايدي تحتي كمان على الصندوق، وتلاقي واحد هندي داخل وراح وينف لقيت نفسي رميت اللقمه. قلت له ليه كده يا جدع؟ ده احنا قدام الكعبه، ليه كده؟ حد يعمل كده ابدا؟ ده حاجه مش طبيعيه. وطبيعي جدا ان طول ما هو ماشي في اي حته بقى، في وشك، في قفاك، في ظهرك، في اي حته تلاقي تفتف.
حاجه يعني سيئه جدا. طب بالنسبه للاكل بقى، امسح عرقك وكمل عادي. امسح يعني بصوا يا جدعان، مش عايز اقرفكم عشان انا اساسا قرفان. في العشوائيه وكسر النظام، هم نمره واحد قبلنا. احنا بنعملها بفهلوه، هم بيعملوها ببرود وتلامه. يعني احنا المصريين قلت لك واحد في صف، انا بقف اتفرج على حاجات غريبه في صف ما يعني، واقف وبيعد الناس. قال يعني هو من الناس اللي المسؤولين يعني. يروح عدد ايه، واحد مصري، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احفظ انت رقم 10. واللي بعدهم 1 2 3 4. يروح راجع تاني، انت رقم كام؟ 10. يروح واقف وراه، بقى هو رقم 11. هو المفروض يبقى رقم 70 مثلا ولا حاجه. هو عمل نفسهم مسؤولين ويقعد يحد فيهم، يقف لغايه اما بقى في اول الدور خالص والطابور. دي فهلوه مش مقبوله طبعا على فكره. ال 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 الهنود يروح واقف كده ويبدا يتسحب تلاقيه دخل، بس ببرود كده وتلامه يعني. حاجات كده غريبه يعني. بس يعني احنا بص، احنا فين في حضره النبي عليه الصلاه والسلام وعمالين نقطع في يا جدع؟ ده احنا وحشين قوي، ده انا انسان سيء جدا، سيء زيان. يلا تصبح على خير، تصبح الفل.